أيام الامتحانات بلا شك بتكون أكتر فترة فيها ضغط وتوتر علينا، وكالعادة أنت كل ترم وكل سنة بتبدأ جديدة بتقرر إن أنت فيها مش هتتزنق زي كل سنة، ولكن للأسف الشديد بتتزنق برضه. فلو أنت عايز تبدأ إن أنت تذاكر ومش عارف تذاكر إزاي، فأنا هقولك على شوية نصايح كده تبدأ بيهم تذاكر صح. وغالبا اللي هيتفرج على الفيديو دوت هم طلاب الثانوية العامة اللي هم في ثالثة ثانوي وطلاب الجامعة. يلا بينا نبدأ على طول. رقم واحد وأهم نصيحة في النصائح اللي أنا هقولها على الإطلاق، وهي إنك تستعين بالله. شيء بديهي جدا، يعني ابدأ قرب من ربنا وصلي وادعي ربنا، روح كده لربنا وصلي وادعي بكل اللي نفسك فيه. قول له يا رب نجحني، يا رب أنا مش عارف أي حاجة في أي حاجة وعايزك توفقني وعايزك تنجحني. ابتدي إن أنت ادعي ربنا وقرب من ربنا. لو ما كنتش بتصلي ابدأ صلي، مفيش أي مشكلة. لعل الفترة اللي أنت فيها دي تكون بداية تغيير في دينك وفي دنيتك، فقرب من ربنا لان ديت اهم حاجه. لان انا شايف ان اي عمل انت بتعمله ما فيهوش صلاه، ما فيهوش قرب من ربنا، ما فيهوش طاعه، ما فيهوش بركه وما فيهوش توفيق. فحافظ على صلاتك وقرب من ربنا، وخلي الفترة اللي انت مزنوق فيها ديت تكون هي الفترة بتاعت التغيير بتاعك، علشان تبقى كسبت بإذن الله دنيا وكسبت الأهم بكتير جدا منها وهي الآخرة. فحافظ على صلاتك وقرب من ربنا، وابدأ ان انت تغير من نفسك لو من دلوقتي. وحابب بس انوه على حاجة مهمة، هي الاستعانة بالله لازم أن يكون معها سعي. يعني ما ينفعش تكون قاعد مكانك وبتدعي ربنا تقول يا رب وفقني يا رب نجحني، مش طبيعي طبعا. فلازم يكون في سعي ويكون في استعانة بالله. النصيحة التانية، ابتدي رتب اولوياتك وحط خطه. يعني هات المواد اللي عندك وابتدي شوف ايه الماده اللي انت المفروض تبدا بيها، واللي غالبا هي هتكون اهم ماده واصعب ماده اللي بيكون فيها كلام كتير جدا. فابدا بالماده ديت وحط خطه ان انت هتخلص الجزء دوت في الفتره الزمنيه دي، وهتخلص الماده كلها في الفتره الزمنيه ديت. يعني بكل اختصار ما تسيبش الموضوع عشوائي، ما تسيبش الموضوع ماشي كده وخلاص، لا حط خطه ورتب اولوياتك علشان تنجز. لانك لو سبت الموضوع ماشي بشكل عشوائي مش هتحصل اي حاجه ومش هتوصل لاي نتيجه. فلازم ترتب اولوياتك وتحط خطه تمشي عليها. النصيحه الثالثه، وديت حاجه لما تيجي ان انت بقى خلاص بتبدا مذاكره، وهي بكل اختصار انك تبعد اي مشتت عنك. يعني تبعد التليفون عنك، تبعد اللابتوب عنك. حتى لو انت بتذاكر على اللابتوب فخلي اللي انت هتذاكره بس هو المفتوح قدامك، ما تفتحش بقى فيسبوك على يوتيوب على فيديوهات هنا على فيديوهات هنا، فالموضوع كده ايه هيسيب منك. فلازم ان انت تبعد اي مشتت عنك علشان تبدأ تفرغ نفسك للمذاكرة وتذاكر بشكل صح. لأنك لا إراديا لو حاطط التليفون جنبك حتى من غير ما حد يبعت لك رسالة ولا يعبرك، هتلاقي نفسك بتمسك التليفون وتشوف لو حد بعت لك رسالة، وبعد كده تخش على الفيس تشوف أخبار اليوم، وبعد كده تعمل لايك لدوت وتعليق لدوت، وهتمشي كده وهتضيع اليوم كله منك. فأهم نصيحة برضو إنك تبعد أي مشتت عنك. النصيحة الرابعة، وهي قبل ما تبدأ مذاكرة، في حاجة احنا مهملينها وما بنقولهاش كتير ومش عارفين أهميتها، وهي دعاء المذاكرة. عموما الدعاء يا جماعة بيفتح أبواب كتيرة جدا مغلقة. الدعاء دوت مهم جدا في حياتك. قبل أي حاجة بتعملها ادعي ربنا. حضرتك قبل ما تبدأ تذاكر هتقول الدعاء البسيط دوت، هتقول اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين، اللهم اجعل لساني عامرا بذكرك وقلبي بخشيتك وسري بطاعتك إنك على كل شيء قدير. ديت حاجة أغلبيتنا مش مهتم بيها او بينساها بيهملها، وانا واحد منكم بصراحه. يعني فالمفروض ان احنا نحافظ على الحاجه ديت قبل ما نذاكر علشان ربنا يفتح علينا وان احنا نحصل معلومات بشكل كويس وما ننساش اللي احنا ذاكرناه. وبعد ما خلاص حضرتك خلصت مذاكره كده وتمام وخلصت الجزء اللي انت خططته وقلت ان انت هتخلصه في اليوم دوت، هتقول الدعاء دوت، هتقول اللهم إني استودعتك ما قرأت وما حفظت وما تعلمت فرده عند حاجتي إليه إنك على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل. النصيحة الخامسة، وهي انك تبتدي تقرأ الموضوع اللي انت هتذاكره قبل ما تذاكره. يعني حضرتك عندك درس اهوت مثلا صفحة المفروض ان انت هتذاكرها، تبدأ ان انت في البداية تقرأ الصفحة بس بدون تركيز، مفيش اي مشكلة. بعد كده تقرأها مرة كمان، ولكن المرة التانية تكون بتركيز، تبتدي ان انت تركز في اللي انت بتقرأه دوت. بصراحة هيسهل عليك الدنيا كلها، هيخليك تربط المواضيع ببعضها، وهيخليك وانت بتذاكر تلقط المعلومة بسرعة وتحفظها بسهولة وتفهمها كمان بسهولة، فمش هتاخد فيها وقت كبير على عكس ما انت تخش على طول. يعني لو ما قرأتش قبل ما تذاكر فانت بتيجي تخش هتلاقي الموضوع بالنسبة لك صعب، مش ماشي بسهولة. فلما تقرأ الموضوع كويس قبل ما تبتدي تذاكره ده يسهل عليك الدنيا بشكل كبير جدا وهيوفر عليك وقت كبير جدا. النصيحة السادسة،
وانت بتذاكر ابتدي اربط العناوين ببعضها ولخص الماده بتاعتك كلها في صوره اسئله، لان الامتحان بتاع اخر سنه هيجي لك في صوره اسئله. فانت لما تفهم الماده ماشيه ازاي وتذاكرها كويس تبتدي ان انت تلخص بقى الماده دي كلها في صوره اسئله، وتعتبر نفسك انت اللي حاطط الامتحان، وتبتدي تحط اسئله على كل موضوع او على كل نقطه انت بتمر بيها. دوت هيخلي عندك افكار كتيره جدا عن الاسئله، ولما تيجي تخش الامتحان اكيد هتواجه اي فكره من اللي انت ذاكرتها او اي حتى سؤال من اللي انت عملته لنفسك. فموضوع الاسئله دوت وان انت تلخص الماده كلها في صيغه اسئله ده هيسهل عليك الدنيا جدا، وهيوفر عليك وقت كبير جدا، وهيخليك متعود على نظام الاسئله وتحل بشكل احسن. النصيحه السابعه: ذاكر بالورقه وبالقلم. ابتدي ذاكر بالورقه وبالقلم، لان المذاكره بالورقه وبالقلم هي الطريقه الفعاله لتثبيت المعلومات في دماغك. لان انت لو ما ذاكرتش بالورقه وبالقلم واعتمدت خلاص بس ان انت بتقرا كده وخلاص، فالمعلومات هتروح منك بسهوله جدا، يعني مش هتثبت، هتلاقي كمان شويه ان انت ناسي اللي انت اصلا ذاكرته. فان انت بتذاكر بالورقه وبالقلم ده بيثبت المعلومات في دماغك، وبيكون صعب جدا ان انت تنساها. انت عندك ذاكره دائمه وذاكره مؤقته. لما بتذاكر بالورقه وبالقلم تبتدي المعلومات بدل ما تفضل في الذاكره المؤقته لا بتنتقل للذاكره الدائمه، لان انت في البدايه لما بتيجي تقرا بس هي خلاص بتخش في الذاكره المؤقته، وبعد كده شويه وهتلاقي راحت. لكن تبتدي تعيد عليها وذاكرها بالورقه وبالقلم وتقولها كتير ودانك تسمعها كتير، دوت هيخليها تنتقل للذاكره الدائمه، فبالتالي المعلومه هيكون صعب جدا ان انت تنساها. واهم حاجه بعدها تبتدي ان انت تشرح لنفسك اللي انت ذاكرته. لو لقيت نفسك بتشرح اللي انت ذاكرته بكل سهوله وفهمه، فاعرف خلاص ان انت الكلام ده ثابت في دماغك وان انت ذاكرت بطريقه صح. لكن لو لقيت نفسك مش قادر تشرحه لنفسك ومش قادر لسه تفهمه، فعيد عليه تاني، لان انت كده لسه ما ذاكرتش بالشكل المطلوب. بس كده انا شايف ان ديت اهم النصائح المهمه لينا علشان نبتدي ان احنا نحصل اكبر قدر من المعلومات ونلم اكبر قدر من المتراكم علينا، ونخش الامتحان باذن الله نحصل فيه نتيجه كويسه. وما تنساش ان انت ممكن تاخد ثواب على مذاكرتك ديت لو بس خليت نيتك ان انت بتذاكر علشان تنفع نفسك وتنفع دينك وتنفع مجتمعك وتنفع طبعا اهلك. فلو خليت نيتك كده هيكون المذاكره اللي انت بتذاكرها ديت اجر ليك باذن الله وفي ميزان حسناتك. فنحاول دايما اي حاجه نعملها ان احنا ناخد عليها ثواب، مش بنكون بنعملها كده وخلاص. فلو حطيت في نيتك اللي انا قلته دوت باذن الله هتؤجر على المذاكره ديت، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فجدد نيتك علشان تاخد الثواب وانت بتذاكر. ما تنساش بقى ان انت تعمل اهم حاجه دلوقتي عشان المذاكره بتاعتك تكون صح وسليمه 100%، وهي انك تعمل لايك للفيديو وتشير الفيديو لكل اصحابك علشان تفيدهم زي ما انت استفدت باذن الله. واتمنى تكون انت استفدت من الفيديو والفيديو دوت عجبك. وما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه، ونشوفك ان شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم.